السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا واخواتنا الصغيرين ابطال تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نحل مع بعض ونراجع شوية اسئلة، هي الاسئلة المهمة بامر الله في يونت 1. بص يا حبيب قلبي، احنا النهارده ان شاء الله هنبدأ بجزء الجرامر وجزء بسيط جدا، ولكن انا عايز من حضرتك تبقى فاهم حاجة. كل سؤال انا هحله معاك دلوقتي في فكرة، وفكرة مهمة، وفكرة موضع امتحان. فالمطلوب من حضرتك ايه؟ المطلوب من حضرتك انك تفهم اللي انا بقوله وتشوف انا بحل ازاي، لا اكتر ولا اقل. خلاص يا ريس، يلا بينا نسمي الله ونبدا مع بعض. اول سؤال، السؤال الاول في الجرامر بيقول لك ايه؟ she has هي not hospital for 2 weeks. هي قعدت في المستشفى لمدة 2 weeks. however مع ذلك no one has visited here. ما حدش زارها. التركايه بتقول ان لما يجيب لي ويذكر لي وقت حدوث الحدث، انا في الحالة دي بختار بين ان، واللي بيكون معناها يمكث في المكان ما. هو قال لي هنا ان هو قاعد في المستشفى، فهو هنا يمكث في هذا المكان او يطيل الاقامة فيه. فلما يجيب لحضرتك ويذكر لك مدة، مع سواء طبعا حضرتك عارف ان احنا اخدنا حاجة اسمها جون تو بمعنى ذهب ولم يعد، وبين تو ذهب وعاد. دي افكارها انت عارفها، وافكارها تعتبر افكار قديمة ولكن معروفة، وهو هنا مش قصده في السؤال على كده. لكن لما ذكر لك مدة اقامته في مكان معين فكانت الإجابة بين إن. يبقى دي أول ملحوظة لازم حضرتك تكون عارفها. السؤال الثاني بيقول لي most of furniture، معظم الأساس. هنقف وقفة صغيرة. الأساس furniture من الأسماء الuncountable noun، الأسماء الغير معدودة. هتقول لي يعني إيه يا مستر أسماء غير معدودة؟ يعني أسماء تعامل معاملة المفرد، يعني تاخد إز، يعني تاخد هاز، يعني تاخد دز. معنى كده ان حضرتك بتقول لي انها بتاخد فعل مفرد، والمفرد بيحب الاس، بتاخد بليز، وهكذا. دي معلومه خارجيه انا ماليش دعوه بيها، انا لسه ماليش دعوه بالفكره الثانيه اللي انا عايز اقولها، بس انا عايز اعرفك يعني ايه اسم معدود، اسم غير معدود uncountable noun. هو اسم يعامل معامله المفرد وملهوش جمع. تعالى كده نبصوا. most of the furniture، معظم الاساس. for more than، لاكثر من century، لاكثر من قرن. افكرك بمعلومه صغيره خدناها في المضارع التام. قلنا لو ذكر لي الفاعل السبجكت فحضرتك بتقول هاز او هاف زائد البي بي، صح؟ لو جملتي جمله اكتف، جمله معلوم. طب افرض الجمله كانت جمله مجهول وحضرتك عارف ان المفعول مجهول، يعني بيبدا بالمفعول وليس الفاعل. كنا بنعمل نفس التركيبه، بنحط هاز وهاف، ولكن بنحط في النص يا مستري بين او بين، على حسب ما انت بتنطقها ازاي. وده اللي حصل هنا. بيقول لي ايه؟ most of the furniture، معظم الاساس. for more than، لاكثر من century. تعالى كده نستبعد حاجتين مش هينفعوا يا مستر. اولا ان انت قلت لي دي مفرد، صح؟ قلت لي دي مفرد، فانا هستبعد هاف لان هاف بتاعت جمع. حصل. قلت لي يا مستر ان اصلا هي جمله مجهول وليس معلوم، فهاز زائد البي بي تيجي في جمله المعلوم، فنقول لها مع السلامه. انا قدام مني هاز بين ريبنتد و هافنت بين ريبنتد، يبقى هازنت بين ريبنتد وهافنت بين ريبنتد هي مفرد، صح؟ المفرد بياخد هاز ولا هاف؟ لا طبعا، اجابتنا هتكون هاز. يبقى الفكره في فكرتين، انه اسم غير معدود فاخترت له هاز، وان الجمله جمله مجهول. يلا بينا على الفكره اللي بعدها. سينس. بص يا ريس، قبل ما ابدا اقول لك حوار سينس، انا عايزك تعرف ان سينس ليها كذا استخدام. ادي سينس يا مستر. سينس ممكن تيجي في الاول وتكون كابيتال لتر، فبتعتبر رابط. يعني ايه رابط؟ يعني تربط ما بين جملتين تيجي في اول الجمله. ده استخدام من ضمن استخداماتها زي ما هو موجود عند حضرتك هنا. بيقول لك سينس جمله اولانيه اهو في كما اهو فاصله، والجمله الايه والجمله الثانيه. ده استخدام الاولاني، انها تمشي رابط شبه افتر وبيفور ووايل والحاجات اللي شبه دي. ده الاول. طب ايه مع سينس تاني؟ حضرتك عارف ان بيجي بعد سينس ماضي بسيط. ماضي ايه؟
بسيط. حضرتك عارف ان سنس ساعات بتساوي بيكوز وتدل على السبب. انا ما رحتش المدرسه بيكوز، ممكن اشيل بيكوز بيكوز ان انا كنت تعبان، ممكن اشيل بيكوز واحط سنس. عارف ان سنس ساعات بيجي بعد منها اسم، اقول لك سنس ميتنج، صح؟ يبقى سنس لها كذا استخدام. تمام. وعارف ان سنس بيجي معاها سنس لاست وفور ذا لاست. من ضمن استخداماتها، او انا حبيت اقول لك الاستخدامات المشهوره جدا لسنس، انها ممكن تيجي كرابط في بدايه الجمله، ممكن يجي بعد منها ماضي بسيط، ممكن تيجي بمعنى بيكوز بسبب، وممكن يجي بعد منها ايه؟ اسم. طب تعالى كده نشوف جملتنا بتقول ايه يا ريس. الجمله بتقول since I know the second hand car، العربيه السكند هاند I haven't used it، ما استخدمتهاش خالص في البابليك ترانسبورت، في المواصلات العامه. هو بيقول لك ايه؟ طب تعالى اقول لك على ملحوظه مهمه تفرق معاك قوي في الحل. الجمله الاولانيه دي ايه؟ سوري، الجمله الثانيه دي ايه؟ مضارع. يبقى الجمله الاولانيه لازم تكون مضارع. يعني انت حضرتك هتستبعد اون وهات اون. هاف اون ولا هاف بين اون؟ مستر بين نزلت في الجمله يبقى دي جمله مجهول، هقول لها مع السلامه خالص، لان انت مش جمله مجهول، انت جمله معلوم، لانك بادئه بشخص فاعل، فالاجابه هتكون هاف اون. ودي فكره مهمه خلي بالك منها. يلا بينا نبص على الفكره الثانيه. زير كلوز، ملابسهم ار سوكينج ويت، مبتله جدا، زي نقط ذا كاربت. بص يا ريس، تعالى كده نبتديها عادي خالص من غير ما انا ماليش دعوه بالجرامر، ولا لسه دلوقتي ما ببصش على معنى، ولكن ببص ان الجمله الاولانيه مضارع، يبقى الجمله الثانيه هتكون مضارع، صح يا مستر؟ يبقى انت حضرتك هنا هتعمل ايه؟ هستبعد حاجه واحده بس، الماضي. هنا مضارع ويبقى هنا مضارع، يبقى انا هستبعد الماضي. فبص لقيت دي تنفع مضارع ودي تنفع مضارع، واي وسي ينفعوا مضارع، فايه الاجابه؟ دي بتعرفها بقى بالمعنى. بص يا ريس، بيقول لك زير كلوز ار سوكينج ويت، الملابس بتاعتهم مبتله، فالحدث الاولاني مستمر. الحدث الاولاني مستمر، معنى كده ان الحدث الثاني ما زال مستغرق الحدوث او مستمر. فاكر لما قلت لك هاف بين اي ان جي، حدث يستغرق وقت وما زال مستمر، انا مش عارف هينتهي امتى. فهنا طبعا الاجابه مش هتكون هاف ووشد، ولكن هتكون هاف بين ووشنج. خلصت. يلا بينا على السؤال والفكره اللي بعدها. وي نوت انتنت فور. طبعا حضرتك عارف ان فور من العلامات الداله على المضارع التام، ومن العلامات الداله على المضارع التام المستمر، ولكن المضارع التام المستمر بيتميز شويه انه ليه 3 علامات داله او 3 كلمات داله، هي سينس وفور وقول، بتدل على استغراق الحدث، ولكن فور مستخدمه معاهم على طول. معنى كده ان حضرتك لازم هتستبعد كام حاجه من الحاجات. تعال نبص يا ريس. نحن عشنا في طنطا for 5 years. خلاص، يبقى انا كده مستر جملتي جمله مضارع تام او مضارع مستمر، هستبعد مين؟ الماضي خالص. على فكره الكلمه دي تنفع مع المضارع التام اللي هاف ليفد، وتنفع مع المضارع التام المستمر، فاجابتي طبعا هتكون A و C. 23 شي نقط 3 باراجرافز. فكره حلوه وفكره مهمه وخلي بالك منها. قلت لك قبل كده ركز، لما يذكر لي عدد المرات بستخدم مضارع تام هاز او هاف زائد البي بي. فاجابتي هنا علشان قال لي شي نقط 3 باراجرافز، هي كتبت 3 باراجرافات for 2 hours now. تعالى بس اوصل لك حاجه. انت كده اوريدي، بس ركز في المعلومه دي عشان مهمه. عارف ان فور لما بتكون موجوده ومعاها مده ومعاها ناو، فاغلب الافعال بتكون هاز او هاف بين اي ان جي. يعني انت مفروض ان انت لو جملتك جمله عاديه ما فيهاش عدد مرات كنت هتختار هاز بين اي ان جي، صح؟ لوجود مين؟ فور ومده ناو، معروفه من علامات الداله على هاز هاف بين اي ان جي. ولكن لما ذكر عدد المرات قلت لك لما يقول لك عدد مرات حدوث الشيء بتختار هاز او هاف زائد البي بي. كده وضحت الفكره دي. يلا بينا على الفكره اللي بعدها. I know this mathematical problem recently. خلاص، افكرني بالكلمات الداله since, for, ever, never, just, already, yet, lately, recently, up till now, so far. recently انا قلتها اهو في ضمن الاغنيه اللي انا قلت لك في الكلمات الداله، فحضرتك هتختار هاز او هاف زائد البي بي، فاجابتنا هتكون هاف understood علشان الجمله جمله معلوم.
يلا بينا على اللي بعده. she was as pale، ده عندي idiom بيقول لك she was as pale as ghost، هي كان شكلها شاحب، كناية عن التعب. idiom بيستخدم للدلالة على التعب او ان الشخص مرهق. from the flu، من الانفلونزا، معنى كده ان الحدث كان مستغرق الحدوث. تعال نحل الاول بطريقتنا وتعال ناكد عليها بالمعنى. بص يا ريس، حضرتك عارف ان الجمله الاولانيه بدات ايه؟ ماضي يا مستر. طالما بدات ماضي هتقفل ايه؟ هتقفل ماضي. تعالى كده، معنى كده ان انت هتستبعد من جملتك اي مضارع. هنقول له has suffered مع السلامه وhas been suffering مع السلامه. انت قدام اوبشنين، has suffered وhad been suffering. طبعا حضرتك هو استغراق حدث في التعب فبيكون استمراريه، فالاجابه هتكون had been suffering. يلا بينا على الجمله والملحوظه مهمه، هي حاجه اسمها ايه؟ تعالى كده نبص. only certainly، في حاجه اسمها inversion. يعني ايه inversion؟ يعني حضرتك بتسال سؤال بدون علامه استفهام. هو محمد صلاح لعيب كبير؟ او تقول لي يس صح. طب عرفتها منين؟ هو انا سالت هنا بوات ولا وير ولا وين ولا اي حاجه؟ لا. هل انت مستر علي؟ سالنا اهو. هو انت جامد جدا في لعب الكوره؟ ايوه جامد جدا في لعب الكوره. فانا هنا بسال سؤال بدون علامه استفهام، ولا استخدمت ولا وات ولا وير ولا وين، ولا سالت بالاكسلري فيرب الافعال المساعده، لا خالص، مفيش حاجه من دي موجوده خالص. انا عملت حاجه اسمها انفيرجن. يعني ايه انفيرجن يا مستر؟ بتسال سؤال بدون علامه الاستفهام، وحضرتك ملاحظ وجود الفول ستوب، النقطه في الاخر. طب حضرتك عايز مني ايه دلوقتي؟ عايز افهمك حاجه، انك لما تعمل حاجه شبه كده ان حضرتك بتقدم اول حاجه الفعل المساعد، بعد كده مستري بحط السبجكت او الفاعل. معنى كده ان انت لما هتيجي هتستبعد شيء علشان سبقت الفعل المساعد، يبقى الجمله دي هقول لها مع السلامه. الجمله دي شي بدات الاول فهقول لها مع السلامه. الجمله دي واللي بدات الاول وهاز بدات الاول. هنا هتقف تحتار. احنا بنتكلم على زمن المضارع التام صح؟ البريزنت بيرفكت. بيكون ويل بتاع الاستقبال ولا بيكون هاز زائد البي بي؟ لا هاز زائد البي بي. ايه ده يا مستر؟ هي هاز الاول بعد كده الفاعل؟ اجابتي الصحيحه هتكون هاز شي كونفيرمد. خليك عارف علشان دي تريكايه مهمه. لما تبدا بسؤال الانفيرجن الفعل المساعد الاول بعد كده ايه؟ الفاعل. وهتلاقي حاجات كتيره، مثلا ممكن يقول لك كده seldom، يحط لك seldom في الاول، او تلاقي حاطط لك never في الاول، scarcely hardly، اي حاجه من الحاجات دي. تمام يا ريس؟ تمام يا ريس. يلا بينا ننتقل الى الفكره اللي بعدها وركز معايا. she recovered from her illness، هي تعافت من مرضها only فقط last week. she not ill for a year، هي كانت عيانه لمده ايه يا ريس؟ لمده سنه. هنحل بطريقتنا العاديه وهنأكد بالمعنى اللي احنا فاهمينه. بص يا ريسنا، الجمله بدات ايه؟ مستر بدات ماضي، ادي كفرت. هتقفل ايه يا ريس؟ هتقفل ماضي. معنى كده ان انا هستبعد از بينج عشان مو مضارع، وهستبعد هاز بين. مفيش حاجه اسمها وز بينج اصلا، استقرارية حدث. الاجابه هتكون هاد بين. يلا بينا على الفكره اللي بعدها. بتقول I have been in charge of، أنا كنت مسؤول عن the football team، فرقة الكورة. I hope I will be، أنا بتمنى إن أنا أكون in charge next year، السنة أنا بتمنى إن أنا أكون مسؤول عن الفرقة السنة الجاية كمان. طبعا هو بيقول هنا في معنى الجملة إن أنا مسؤول على الفريق لحد الآن. فحضرتك تعال أقول لك الإجابة طبعا هتكون so far، حتى الآن. مش هتنفع ايفر سينس كمعنى ولا سينس ايفر دي خالص. طب انت هنا بتقول لي سو فار يعني الى الان. طب ما انتل ناو بمعنى ايه الى الان؟ ليه ما اخترتهاش؟ لان هناك فرق ما بين سو فار وانتل ناو. حضرتك لازم تبقى عارف ان ابدا منين بقى؟ كمل. عايز اعرف ده من نوع ايه؟ خد حلو. الانسان won the Nobel Prize since then. They were so proud of him. صح؟ نسيت انت. معاك عشان سينس زين وراه على طول المضارع تاني. ماشي. لا عايش.
هنا انت هتسالنا يا مستر طب حضرتك بتقول ان سو فور بمعنى الى الان او حتى الان، وانتل ناو بمعنى حتى الان، ليه اخترت سو فور ما اخترتش انتل ناو؟ لازم حضرتك تبقى فاهم حاجه، لما يكون في حدث في الماضي كان شغال ومكمل معاه للحاضر فده استخدام سو فور، ولكن until now هو حدث بيحصل دلوقتي. اوكي، يعني مثلا I haven't seen احمد until now، انا ما شفتوش لحد دلوقتي، معنى كده ان انا في اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي انا لحد الان ما شفتوش، كان قاعد معايا من شويه وما شفتوش، خلاص دلوقتي اهو ما شفتوش. انما هنا بيتكلم بيقول لك ايه، ان انا كنت مسؤول عن الفريق في مده فاتت واتمنى ان انا اكون موجود معاهم في المستقبل، فعلشان كده استخدمت so for. يلا بينا السؤال اللي بعده. their son ابنهم won the Nobel Prize، كسب جايزة نوبل. since then من غير ما اكمل، انت عارف يا ريس ان since then ورا منها مضارع تام، فالاجابة طبعا هتكون have been. I have admired their personality، انا معجب جدا بشخصيتهم. since منذ them last year، منذ لما قابلتهم السنة اللي فاتت. انا قايل لك من شويه لو رجعت كده فكره قلت لك حالات سنس، معظم حالات سنس، وقلت لك ان سنس ساعات بيجي بعد منها يا اما ماضي بسيط يا اما نون او اسم محطوط له اي ان جي عادي جدا. فانت كده 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 هتستبعد هبمت وهتستبعد هتمت، انت قدام مت وقدام ميتنج. سنس لو جت مع ماضي بسيط عايزه جمله كامله، مثلا علي مت احمد، جمله فعل وفعل ومفعول، فاقول للماضي البسيط مع السلامه. هنا بقى هختار ميتنج فاقول سنس ميتنج وده هو الاسم. طب ما اخترتش مت ليه؟ لا مت في الماضي البسيط عايزه جمله كامله، فعل وفعل ومفعول. هنا انا محطوط فعل بس. وصلت لك الفكره؟ هي صح ماضي بسيط، ولكن لو هنا فيها فاعل وهنا مفعول كنت هختار مت. وصلت لك الفكره؟ ايش يا ريس. الفكره اللي بعدها بتقول have you ever to a party at hotel. نشوف الفعل بيقول لك ايه، نشوف الفعل اللي هو عايزه ايه. invite يدعو، هو هنا عايز يساله يقول له هل انت تمت دعوتك الى البارتي الى الحفله at hotel. طب طالما تم دعوتك الى الحفله، جمله معلوم ولا جمله مجهول؟ جمله باسيف ولا جمله اكتيف؟ هو انا اللي بدعو نفسه ولا تم دعوتي؟ لا تم دعوتي. معنى كده ان لازم ينزل بين زائد البي بي موجوده فين؟ ايه ده؟ دي بين زائد الاي ان جي. امشي انت. يبقى انت الاجابه الصحيحه هي بين انفايتد، ودي فكره مهمه خلي بالك منها. الفكره اللي بعدها بتقول what is the correct meaning. meaning يعني معنى، ايه المعنى الصحيح للthis sentence للجمله دي. she hasn't had a breakfast، هي ما كانتش البريكفاست this morning هذا الصباح. خلي بالك hasn't زائد البي بي معنى كده ان لسه في المضارع الكلام still هم لسه بيتكلموا، فمعنى كده ان المورنينج هاز باست ان الصباح مر وخلص مش هتنفع. is not morning yet ده مش الصباح خالص مش هتنفع. it will be سوف يكون الصباح في المستقبل، لا غلط. هي الاجابه هنا بتقول لك she hasn't had breakfast، هم قاعدين مع بعض فبيتكلموا فيقول لك هي لسه ما كانتش فطارها this morning هذا الصباح، هم لسه قاعدين ما زال الحدث اللي هم فيه موجود، فطبعا still this morning. اوكي يلا بينا على السؤال اللي بعده. واتس ذا مين بيربوز، ايه الغرض الاساسي اوف بلوج. يعني ايه بلوج؟ بلوج يعني مدونه. مدونه ايه؟ مدونه الكترونيه. طبعا انت عارف ان المدونه الالكترونيه بيكتبها شخص، فالشخص بيكتب فيها انسايتس وانفورميشن معلومات، هو اللي بينشرها هو اللي بينزلها. فمعنى كده ان الاجابه الصحيحه هتكون ان هو بيشير بيرسونال انسايتس اور انفورميشن، حاجات خاصه بيه وحاجات خاصه بالبيرسونال بتاعته بيرسوناليتي. او الريتن بلوج، البلوج المكتوبه بشكل كويس should usually include لازم تتضمن على هل bibliography and footnotes ولا catchy title. catchy title عارف الهوك اللي كنت بقول لك عليه، بتجيب حاجه تجذب readers attention، grabbing the reader attention تجذب انتباه القارئ، يعني حاجه كاتشي. الهوك زي ما قلت لك مثلا لما بيعملوا فيديوهات الريلز بتلاقي كده يرمي لك هوك يقول لك تعالى اقول لك مثلا ازاي تبقى مليونير في 3 دقائق مثلا، فده هوك هيجذب الناس انها تكمل الفيديو تسمعه.
كذلك في البلوج لازم حضرتك تكون معاك كاتشي تايتل، عنوان جذاب اند انجيجنج انترودكشن، ومقدمه تجذب القارئ انه يكمل قراءه. خلاص؟ فالاجابه هنا هتكون a catchy title and engaging introduction. 35 what makes a blog post، ايه اللي بيخلي البلوج more engaging for the reader؟ تخليها ان القارئ يقدر يكملها، او engaging for the reader حاجه تجذبه جدا. طبعا حضرتك هتكون عارف ان الكلير هيدنجز العناوين الواضحه والفيجوالز اند ريليتابل كونتنت، وان المحتوى ده يكون له علاقه بيه هو مهتم بيه. فالاجابه طبعا هتكون ايه؟ سي. which of these titles مين في العناوين دي would likely هتجذب الريدر؟ the socio-economic implication of sleep patterns ملهاش علاقه، ولا how finally fixed my sleep schedule ازاي اظبط نومي، جدول نومي، a review of circadian rhythms in mammals، ولا sleep a scientific overview. انت ايه اكتر حاجه جذبتك في دول؟ الحاجات الاجتماعيه ولا الحاجات الخاصه بالريزم من ماملز الثدييات، ولا سليب ساينتفك الحاجات العلميه للسليب للنوم اوفر فيو، ولا ازاي تظبط جدول نومك وحاجات كده ريليتد للي انت عايزها؟ طبعا هتكون الاجابه ايه؟ بي يا ريس. خلاص ده جزء الجرامر انا حليته معاك بطريقه حلوه، ومعاه جزء السكيلز. دلوقتي هندخل على جزء الكلمات. جزء الكلمات ده جزء مهم برضو، كل سؤال في فكره. زي ما انا قلت لك الجرامر دلوقتي كل سؤال في فكره، فهو دي فكره وضع الامتحان. لما يحب يجيب لك حاجات في اليونت ده هيجيب لك الافكار دي. خلاص يا ريس؟ وانت كده كده بتتابع معاه في الورك شوب، ورشه الحل بتاعتنا بتبقى لذيذه يعني. خد الموضوع از جيم يعني، فاهم؟ لعبه احنا بنلعبوها واسئله بتتكرر كتير فبنفهموها، فالدنيا بتبقى فل الفل. تعقداش على نفسك، الدنيا ايزي وسهله جدا جدا جدا. يلا بينا يا ريس ندخل على جزء الايه؟ الكلمات. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بيقول لي choose two correct answer، اختار اجابتين صح. Voluntary work is very rewarding، العمل التطوعي مجزي جدا. Rewarding the antonym، عكس الحاجه الريوردنج المجزيه، او الحاجه اللي تعتبر كمكافاه ليك. بيكون ايه وايه؟ طبعا evaluating ولا unconscious ولا frustrating ولا dissatisfying ولا disarmed. بص يا ريس، هو بيقول لك عكس الحاجه الريوردنج المجزيه، طبعا حاجه محبطه وحاجه غير مرضيه. frustrating و dissatisfying. why don't you take painkiller، ايه رايك تاخد مسكن to relieve علشان تخفف البين الالم. relieve يعني يخفف الالم. هو عايز يبقى من الجمله عندي هنا the synonym نفس المعنى او المرادف للريليف يخفف الالم. طبعا كيك اوف دي بمعنى زي ستارت يعني يبدا، واكمبلش ينجز، وكيب يحافظ، ولكن هنا ريديوس يقلل الالم، وفي برضو ايز يسهل. خلاص يبقى ايز وايه وريديوس. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده، وسؤال مهم بيقول لي ثانكس تو. حضرتك لازم تبقى عارف ان ثانكس تو هنا معناها بفضل، صح؟ يعني ايه بالشكرا؟ لا، ثانكس تو هنا بمعنى بفضل. يعني مثلا بيقول لك انا بلعب كوره كويس بفضل المدرب بتاعي. ثانكس تو ماي كوتش مثلا او ماي ترينر، يبقى دي بفضل نقط ماي نقط بيرنتس. بيرنتس ده بابا وماما، ده اسم. هنا بقى بيسألك عايز اقول بيرنتس، عايز اقول حاجه بيرنتس، عايز يقول ابائي الداعمين لي، ابائي الداعمين لي، يعني ادي اسم عايز صفه. تعالى ندور على الصفه مع بعض. هل هتكون سبورتنج؟ لا يا مستر، سبورتنج دي ناون، اسم مش هتنفع. ان سبورتد غير داعمين مش هتمشي. سبورتد ولا سبورتيف؟ طبعا حضرتك عارف ان الادجكتيف عندي الصفه عندي هي هنا هتكون طبعا سبورتيف، فهقول سبورتيف بيرنتس. اوكي يا ريس؟ الدنيا سهله وجميله ما تعقدهاش. يلا اللي بعده. ميني ديزيزز، امراض كتيره كان سبريد ممكن تنتشر. اوكي ليه يا ريس؟ دو يو تو بمعنى بسبب، دو يو تو بمعنى ايه؟ بسبب ووتر، اكيد طبعا المياه الملوثه. طبعا نيجي نبص كده contaminated يعني ايه؟ contaminated يعني ملوثه، فتبقى الاجابه
انتيمينيتي. اوكي ذا ايجيبشن جفرمنت الحكومه. نركز تعالى ركز في الملحوظه دي. الحكومه مفرد ولا جمع؟ مفرد اهو ترايس اديتها مفرد انا ممكن اديها هيز خلي بالك اديها از. هارد تو جو تو ذا نقط مايل ده ايديوم كان عندك بيقول لك يبذل جهدا اكثر فكان اسمه ايه؟ جو ذا نقط. هل سكند اكسترا؟ كان اكسترا مايل. طبعا حضرتك خدت في اليونت الاول في شويه ايديومز كده جميله وخليني اتوقع لك حاجه. الايديومز جايه وش في امتحانك فركز عليها. السنين اللي فاتت كان بيجيب الايديومز وما كانتش موجوده اصلا، كان بيجيب الايديومز من بره فكانت اغلبها ريليتد للمنهج بس هي من بره. ما بالك بقى لما بقت صراحه موجوده يبقى الايديومز وش في امتحانك. ده اول توقع اهو للامتحان بتاعك بامر الله الثانويه 2026. الايديومز هتيجي في امتحانك السنه دي فخلي بالك منها. فود شورتج كرايسيس ازمات نقص المياه فروم وورز اند فيمنت. حلو قوي. ده هياخدنا بقى لفكره ثانيه، لفكره مهمه جدا 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 ركز لي فيها. تعالى اول اترجم لك الجمله. بيقول لك نقص ازمات نقص الطعام تنشا عن الوورز اند فيمينيز والمجاعات. هل رايز ولا ارايز ولا اراوز ولا ريز؟ نرجع خطوه ورا كده وتعالى اوريك بي دي اف مهم قوي ركز لي فيه يا رايز. ركز يا رايز. البي دي اف ده برضه هبعته لك وركز فيه علشان البي دي اف مهم جدا جدا جدا. بص يا صاحبي، بص يا صديقي، علشان لازم تعرف الفرق ما بين الافعال دي. قبل ما اقول لك الفرق ما بين الافعال دي تعالى كده ندردش مع بعض في حاجه مهمه جدا جدا. حضرتك طبعا عارف ان عندي حاجه اسمها الفعل الايه؟ اللازم. وحضرتك عارف حاجه تانية اسمها الفعل المتعدي. يبقى عندي كام حاجه؟ 2. حاجه اسمها الفعل اللازم وحاجه تانية اسمها الفعل المتعدي. خلينا باختصار كده نقوله الفعل اللازم ايه؟ الفعل اللازم هو فعل لا يحتاج الى مفعول. ايه؟ لا يحتاج. مش عايز ايه يا مستر؟ مش عايز مفعول. يعني ايه مش عايز مفعول؟ يعني معنى الكلام هيكون مكتمل وهفهمه من غير مفعول. تعال اديك مثال. الشمس تشرق، المعنى اكتمل خلاص. الرايز اهو فعل لازم فاهمني ان الشمس تشرق. احمد ظهر يعني ابير من الافعال اللازمه اللي هي مستر ما فيش ورا منها مفعول اهو. وانا قلت بعدها احمد ظهر حاجه ولا قلت الشمس تشرق حاجه، مفيش بعد منها مفعول خالص اهو. فالمعنى وصل لي بدون مفعول. على العكس الفعل المتعدي لا، متعدي يعني ده متعدي المفعول، يعني حضرتك هنا محتاج مفعول. احمد رفع ايده. ريز يعني يرفع ايده اهي. ايده دي ايه يا مستر؟ مفعول. خلاص وصلت لك القصه. يبقى انا عندي كام نوع ما بين الفعل؟ فعل لازم وفعل متعدي. المعلومه الاولى ان الفعل اللازم لا يحتاج الى مفعول ومعناه يكون مكتمل، هتفهم المعنى بتاعه. الثانيه الفعل المتعدي لازم يكون له مفعول اللي بنسميها intransitive والintransitive verbs. طب في ملحوظه ثانيه هنا مستر؟ هي ملحوظه صغيره، خلينا ناخد لون مختلف. ان الفعل اللازم ده ما بيجيش في المجهول. الفعل اللازم بتاعك ما بيجيش فين يا ريس؟ ما بيجيش في المجهول، يعني ما بستخدموش في صورة الايه؟ في صورة المجهول. خلاص يبقى انا كده ايه بس فهمتك الفرق ما بين الفعل اللازم والفعل الايه؟ المتعدي. تعالى كده نبص على الامثله اللي معانا دي. بص رايز، انا عندي رايز بمعنى يرتفع او ينهض او تشرق، وعندي ريز بمعنى يزيد او يرفع او يربي. تعالى كده نفهمهم معنى ونفهمهم كاستخدام. حضرتك عارف ان رايز بمعنى يرتفع او ينهض او تشرق صح؟ انما ريز هو اللي بيرفع، هو اللي بيزيد، هو اللي بيربي صح؟ دي يرتفع دي يرفع. خلاص يعني رايز ترتفع او تشرق، بينما ريز يعني هو اللي بيرفع ويزيد. احمد ارفع ايدك يبقى ريز ايه؟ يور هاند. خلاص تمام. تعالى كده على رايز. يعني ايه ارايز؟ ارايز يعني يحدث او ينشا او يظهر فجاه، حاجه بتحدث او تنشا او تظهر فجاه. طب يعني ايه اراوز؟
انت اللي بتوقظ وانت اللي بتثير. فاراوز هنا بمعنى يوقظ ويثير. يعني مثلا الحروب بتوقظ وتثير المجاعات، هي مسببه لحاجه معينه فهي بتوقظ وتثير. انما دي حاجه، انما بص ارايز حاجه بتحدث وتنشا او تظهر ايه فجاه. تعالى بقى نبص مين فيهم متعدي ومين فيهم لازم، مين فيهم محتاج مفعول ومين مش محتاج مفعول. تعالى كده نبصوا، هثبتها لك بطريقه حلوه قوي. تعالى كده بص، الاثنين اللي اخرهم اي دي، تعال الاثنين اللي اخرهم اي دي اهي، الاثنين اللي احنا بنسميهم الريجولار فيربز، الافعال القياسيه دول حضرتك تعالى نكتب بيجي بعد منهم مفعول. خلاص اهو، يبقى الفعلين القياسيين دول بيجوا بعد منهم مفعول. خلاص اهي، دي بيجي معاه مفعول ودي بيجي معاه مفعول. معنى كده يا مستر، معنى ان التانيين اللي هي رايز وارايز الاتنين التانيين ما بيجيش معاهم مفعول. وضحت كده بالنسبه لك الفكره ازاي؟ يبقى حضرتك كده ايه، فهمت الفرق ما بين الفعل اللازم والفعل الايه المتعدي. لكي تضمن جوده هضم كويسه وشود تشو، لازم نهضم الفود ويل بيفور قبل ما نبلعه يعني سوال. طب سويلنج يعني يتورم مش هتنفع، عشان برضو تبقى عارف الفرق ما بين الاثنين. being a teacher لما كونك مدرس requires يتطلب a lot of الكثير منه. اقف هنا وقفه. اوف ده حرف جر، حرف الجر لازم يجي بعد منه نون، النون اللي هو اسم. تعالى كده ندور مع بعض. patience الصبر هي دي الاجابه الصحيحه لان دي نون. patient يعني شخص، الشخص ذات نفسه، فبقول عليه patient يعني الشخص المريض، الشخص الصبور. وابيشنت جاب لي قبل منها، وعندك patiently هنا ايه adverb يعني بصبر. اوكي، فمش تنفع معاها. اوكي، فدي ايه adverb. يلا بينا على السؤال اللي بعده. او ان is young child، فكره بعدها بتقول الولد الصغير هو is just لسه بيتعلم المشي، يبقى ده طبعا اسمه ايه toddler. يلا على السؤال اللي بعده. as soon as the fire alarm، اول ما الفاير الارم جهاز الانذار went off firefighters. يعني ايه firefighters؟ الجماعه المسعفين او اللي بيطفوا، اسمهم ايه باللغه العربيه؟ firefighter، الناس اللي بتطفي الحريق. into action، into ايه action. burned ولا sprang؟ طبعا هي sprang بمعنى انطلقوا بسرعه، وده ايديوم عندك اسمه sprang into action، خلي بالك منه، ينطلق بسرعه. وكان في ايديوم تاني بيساويها اللي هو بتاع جامبد. اوكي، جامبد بمعنى قفز. يلا على الفكره اللي بعدها. What is the care of notes given to someone؟ حاجه انت بتعطيها لشخص اخر فده انتباه، فهتبقى الاجابه attention. يلا اللي بعدها. one of the flu is severe coughing، الكحه الشديده جدا واحد من اعراض الفلو الانفلونزا، فتبقى اعراض يعني symptom. the nurse was asked to، الطلب منها انها تنقط المرهم، انها تعطي to the burn على الحروق طبعا ايه administer يعطي دواء. while preparing for the party، اثناء التجهيز للبارتي. our house was كان مليء جدا was buzzing with activities. اوكي، الجمله اللي بعدها ذا نقط. تعالى طبعا يعني ايه kicking off؟ دي بتساوي start يبدا، بيبنج اللي هو الصوت الزمار ده، وجرابنج يعني يمسك. وعندك was ايه buzzing with activity يعني ينشأ بالنشاط ومفعم بالنشاط. was buzzing مليء بالاكتيفيتي الموجوده فيها. the note is the front part، الجزء الامامي of the body between ما بين النك الرقبه والستامك المعده، يبقى ده طبعا اللي تشيست. يعني ايه تشيست يا مستر؟ تشيست يعني صدر. نركز في الجمله اللي بعدها، بتقول والاخيره
he enjoys being an engineer. هو بيستمتع بكونه مهندس. he wouldn't هو مش عايز it for anything. وهنا عايز يوصل لك فكرة انه مش عايز يستبدل الشغلانة دي. فطبعا حضرتك حفظتها في الاكسبريشنز والايديومز بتاعتك اسمها trade it for anything. تاني trade it for anything لا يريد استبدالها. خلاص يا ريس، دي كانت مراجعة لطيفة خفيفة كده لأهم أفكار منهجنا بطريقة فاني ورائعة جدا جدا جدا. مطلوب من حضرتك إنك تركز فيها. الفيديو معاك أهو، اسمعه كويس، اسمعه أكتر من مرة علشان الأفكار بتاعته تثبت ولعله خير إن شاء الله. وعايزكم كده رايقين فايقين، الدنيا تكون معاكم ألطف بكتير إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.